السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد. النهاردة عايز أقول هو ليه الناس بتستعند الأشخاص اللي معاها حسابات قوية في المدرب الأفضل. امبارح كنت نزلت فيديو على القناة وريتكم في الترتيب. كنت الترتيب هنا على البلد كنت في 200 وحاجة، كنت هنا على العالم 2100، دلوقتي ترجحت 2358 والبلد ترجحت 301. وده كله ليه؟ بسبب واحد تافه شاف الفيديو بتاع امبارح وهو حقودي، كان داخل مسك فريق جنت اللي هو المركز الرابع، وهو فريقه أندرلخت. ادين هنشوف هو فريقه أندرلخت، هو سعودي. والفريق اللي في المركز الثالث ده عفوا فريق ريال. النهاردة كان هيلعبني فريق ريال ده وهزمني 1-0. كان عمل معسكر تدريبي وهزمني 1-0. كان مستخدم الخطة 4-3-3 بي. هو قيمة فريقه أعلى مني، ولكن هنا هو كشف وعمل حاجة غبية كشف بيها نفسه. هو كان ماسك فريق جنت الصبح ده وسابه بعد المباراة، هو فريقه أندرلخت، وفاز 10-1 على فريق جنت لأنه هو كان داخل ومغير الخطة. زي ما احنا شايفين السيرلينج كان جون وميسي في الدفاع وجابريال جيسوس وساني وفان دايك في نص الملعب، زينشينكو في نص الملعب، لوكاكو في نص الملعب، ديفيز في نص الملعب، لابورت مهاجم، واللاعب رقم 33 مهاجم، وناريدي اللاعب رقم 1 الجون كان حاطه مهاجم. عشان كده فاز 10-1. والحاجة اللي بيعملها دي هو أنا حابب أوصلها مش ليه هو بس، لكل الناس عامة. الناس لما تشوف حسابي أو عامة أي حساب في المستوى العاشر بتحاول تدخل معاه أي دوري وتبوظ عليه كل حاجة. يعني هو مش هيستفاد حاجة لما يدخل ويعمل معسكر تدريبي ويهزمني. كده كده أنا الحمد لله ضامن الدوري فرق 4 نقاط. كده كده مش هلعبه تاني تقريبا إلا لو دخل مسك فرق تاني عشان يقعد يوقع فيا. يعني بصوا الموسم كله ما تهزمتش ولا ماتش، جه هو أول ماتش هزمهولي ده اللي بالمعسكر التدريب، وأنا كنت عملت له معسكر بس ما اهتمتش أو ما ركزتش اللي ده مدرب داخل ويعمل كده مخصوص وهو ماسك كذا فريق. هو أنا عامة معيش ماتشات تاني معاه غير الفريق التاني اللي ماسكه في نهائي الكأس اللي هو لسه هازمني النهاردة 1-0. فأنا حابب أقوله ليه أنت عملت كده؟ أنت مش هتستفاد حاجة. بدل ما أنت شاطر كده روح بحسابك ده قوي. يعني أنت قريب من البطولات مني، أنا 158 أنت 100، بس المتفوق في السيطرة العالمية 47، ونسبة الفوز أنا أعلى منك أكيد لأنك أنت لو لعيب ما كنتش عملت اللي عملته ده. ورغم عدد المباريات قريب من بعضينا، يعني أنا 2397 وأنت 2392، يا دوبك فرق 5 مباريات بس. بص الحساب بتاعي أنا فين وحسابك أنت فين، لأنه كله بالدماغ والله وكله من كرم ربنا. يعني أنا عندي 460 ألف ميدالية، وأنت عندك 430 ميدالية فقط. لأنك بتتهزم على طول. نسبة الفوز بتاعتك 76 قليلة، أي نعم أنا نسبة الفوز بتاعتي قليلة بس أعلى منك. فليه أنت تعمل كده؟ أتمنى تشوف الفيديو وترجع في كلامك وتسيب الفرقة اللي أنت ماسكها دي أو تلعب لعب شريف من غير معسكرات تدريب وبلاش. وهنا قد انتهى الفيديو. أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.